مساء الخير. معانا النهارده استاذ اسلام. استاذ اسلام كان عرفنا عن طريق النت، يعني كناش اتقابلنا على الواقع خالص، كنا عرفنا عن طريق النت. كان عنده مشكله اللي هي طبعا معروفه، موضوع القصر النظري الشديد. هو كان مقاساته كانت -6 و-7، وهي كانت مقاسات المفروض انها تنفع في عمليه التصحيح بالليزر، اللي هو سواء ليزك او فيمتو ليزك، ولكن كان سمك القرنيه عنده اضعف من السمك الطبيعي بتاع القرنيه. فالاختيار بتاع الفيمتو او الليزك ما كانش الاختيار الامن بالنسبه له بالنسبه للعمليه بتاعته. عملنا الفحوصات المطلوبه بتاعتنا ولقينا ان عمليه زراعه العدسات هي العمليه الانسب والامن لعينيه. فاستاذ سام كده طبعا احنا خلصنا النهارده يعني تاني متابعه للعين الثانيه بعد ما خلص زرعنا العدسات في العينتين، والحمد لله النهارده جربنا العلامات. فهو هيقول لنا كده انت بقى يعني تجربتك كده، اولا يعني رؤيتك قبل العمليه وبعد العمليه النهارده ايه الاخبار؟ طبعا الفرق جامد بين او قبل العمليه وبعد العمليه. قبل العمليه طبعا كانت الرؤيه بتكون لما اجي النضاره بتكون الرؤيه مشوشه خالص والرؤيه ضعيفه، لكن بعد العمليه الحمد لله بسم الله ما شاء الله احسن من النضاره. الحمد لله الحمد لله. طيب بالنسبه لك يعني حسيت باي وجع او الم؟ لا ولا حاجه، الامور كانت ماشيه بسيطه؟ لا ولا حاجه. هو احنا يعني من تاني يوم بعد العمليه كان المقاسات خلاص يعني شبه استقرت، وبعد 3-4 ايام العمليه بتبقى خلاص الدنيا اعتقد النهارده تمام الحمد لله، من غير كفر ماشي على كده على طول. طيب الحمد لله. احنا دايما يعني بنقول ان عمليات زراعه العدسات هي عمليات اخترعناها للناس اللي ما ينفع لهمش عمليات تسهل الابصار، وبتخلينا نستغنى برضو عن النضاره بشكل نهائي زيها زي عمليات الليزك، ولكن بصوره امنه بحيث ان احنا بنبقى محافظين على العين من غير اي مشاكل.